مساء السكر. دي اكتر نجريسكو جوسي ممكن تجربوها، طعمها بجد فظيع والفراخ فظيعة، لازم تجربوها. اللي هيجربها بجد هيدعيلي. اسمحوا لي اجوعكم شوية. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هجهز الفراخ، هنزل في طاسة سخنة بشوية زيت، وبعدين هنزل عليها بالفراخ بتاعتي. اول لما اللون هيغير هبدأ ان انا انزل عليها بالبهارات. البهارات بتاعتي بتكون معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة صغيرة بهار فراخ، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة بهارات فراخ مشوية، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود. ولو حابين تحطوا مع الفراخ بصل او فلفل الوان متقطع شرايح بيبقى حلو جدا. وبعدين بحط الملح وهي بتكون كده خلصت، وبغرفها في الطبق وبسيبها. وبحط المكرونة تتسلق في مية مغلية من غير ملح ولا زيت ولا اي حاجة. البشاميل بحط شوية زيت وبحط قطعة زبدة، وبعدين بنزل بالبشاميل. انا عندي لتر الحليب بحط عليه 4 معالق دقيق كبار مليانين. لو انتوا عايزين طعم الجبنة يكون غني فيها ممكن تستعملوا البشاميل اللي هو بالطعم الجبنة. بقلبها كويس، واول لما الدقيق بيستوي ببدأ ان انا انزل باللبن، وبعدين بقلب على طول باستمرار علشان ما يكتلش. بنزل باللبن واحدة واحدة مش مرة واحدة بالمنظر ده كده. البشاميل لازم ان انا افضل اقلب فيه كويس بالمضرب طول ما هو على النار علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. بعدين انا بحط على البشاميل 2 مرقة، وبحط رشة فلفل اسود ورشة بفضل اقلب كويس بالمضرب لحد ما بتوصل للقوام ده. قوام البشاميل بتاعي بيكون خفيف وما بيكونش تقيل خالص، علشان انا عايزاها تكون جوسي، مش عايزاها قطعة كده. بعد ما بتكون كل حاجة جهزت ببدأ ان انا احط في الصينية. اول حاجة بحط معلقتين بشاميل على المكرونة، وبعدين بحط في الصينية برضو معلقتين بشاميل، وبعدين بنزل بأول طبقة من المكرونة، وبحط فوقيها طبقة الفراخ، وبعدين هحط شوية من البشاميل، وهحط شوية جبن، ميكس جبن، جبنة رومي على موتزاريلا على شيدر زي ما بتحبوا. وهحط زيتون، اللي مش بيحب حاجة ممكن يستغنى عنها عادي، ما فيش اي مشكلة. وهنزل بالطبقة التانية من المكرونة. بعد ما بحط طبقة المكرونة الأخيرة وبسويها كويس ببدأ ان انا انزل بالطبقة الأخيرة من البشاميل. نيجي بقى للتسوية. التسوية بتاعتها مش بتكون صعبة ابدا عشان هي كل حاجة فيها بتكون مستوية اصلا. فانا بشغل الفرن من تحت وبحطها على الرف اللي في الوسط، واول لما بتبدأ ان هي تغلي او ان هي تستوي من تحت ببدأ ان انا اشغل الشواية، بتاخد لون بسيط من فوق وبس، وبتكون جميلة جدا. وبون ابيتي.